بعث الله سبحانه وتعالى إلى الأقوام الغابرة الماضية رسلا وأنبياء مباركين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ليبلغوا رسالة ربهم تبارك وتعالى، وليخرج الله عز وجل بهم الناس من الظلمات إلى النور. فآمن بهم من الناس من آمن، وكفر بهم من كفر. فأنجى الله عز وجل المؤمنين والأنبياء الصالحين، وأهلك بجبروته وقهره الكفار بعذاب أليم شديد. ورغم ذلك أتى أقوام عرفوا بعذابهم من قبلهم، لكنهم لم يتوعظوا ولم يعتبروا، وظنوا أن العذاب عنهم بعيد، فتمسكوا بعبادات آبائهم وأجدادهم، فنشأوا على الضلال والكفر والشرك المبين. وكان من ذلك أصحاب الأيكة، وهم قوم شعيب عليه السلام. مملكتهم مدين، وعاصمتهم مغاير، يقال عنها مغاير شعيب أو مدائن شعيب. فكانوا ينحتون البيوت والمعابد في الصخور والجبال، فأصيبوا بالغرور والكبر والطغيان. كانوا يعيشون في شمال غرب الجزيرة العربية، بالقرب من مدينة البدع التابعة لمنطقة تبوك حاليا. كان أهل مدينة تجارا ورعاة للأغنام، ينقصون المكيال والميزان، ويأكلون الربا، ويقطعون الطرق والسبل، ينشرون الفساد، ويأخذون أموال الناس بالباطل، ويعبدون شجرة الأيكة، وهي شجرة عظيمة ملتفة حول الأغصان بعضها البعض، كثيرة الأوراق. كانوا قوما ظالمين طاغين، فأقاموا صرح الظلم والاستبداد. فبعث الله سبحانه وتعالى فيهم شعيبا عليه السلام، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى التجارة الطاهرة وترك المعاصي. كما دعاهم نبيهم عليه السلام إلى عدم التطفيف في المكيال والميزان، وإلى عدم بخس الناس أشياءهم، ونهاهم عن الفساد في الأرض، فكذبوه. وكان شعيب عليه السلام يستعمل معهم أسلوب الترهيب والترغيب في نفس الوقت. لقد لقب عليه السلام بخطيب الأنبياء، فكان محاورا هادئا حكيما ورزينا، فصيح اللسان وعذب الكلام. لكنهم لم يستمعوا لكلامه، وقابلوا نصحه بالاستهزاء والسخرية والطغيان والاستهتار والعصيان، وظلوا في ضلالهم وكبرهم وإعراضهم عن الحق. فآمن بشعيب عليه السلام القليل، ورفض أكثرهم وسخروا منه واستكبروا وطغوا في الأرض. فكانوا يقولون له بسخرية واستهزاء: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام، وأن نترك التطفيف في الميزان وفي الكيل، أن ندفع لك الزكاة وهي أموالنا نحن، وأنت تريد أن تتصرف فيها على هواك؟ يا شعيب، هي أموالنا نحن، ونحن الذين ينبغي أن نفعل فيها ما نريد. أصلاتك التي تصليها يا شعيب هي التي تأمرك بأن تحجر علينا، فلا نعبد إلا إلهك، ونترك ما ألفين عليه آباءنا والذين سبقون من الأقدمين الأولين، فإنا لن نؤمن بك مهما فعلت يا شعيب. فقال لهم شعيب عليه السلام: يا قومي، لا يجرمنكم شقاقي، ولا يحملنكم فراقي، وعداوتكم لي، ولا بغضكم لي، على أن تتمادوا في الضلال والكفر والطغيان الذي أنتم عليه، فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. فإنهم قد أصابهم من النقمة والعذاب ما أصابهم، إنما أهلكوا بين أيديكم بالأمس وفي هذا المكان، فاستغفروا ربكم من الذنوب والمعاصي وتوبوا إليه، وإن ربي رحيم قريب ودود، يغفر ويرحم ويتوب لمن تاب واستغفر. وقالوا: يا شعيب، لا نفقه ولا نفهم كثيرا مما تقول، بل إن لنراك فينا ضعيفا، فأنت ضرير البصر، ولا أحد يحميك، وعشيرتك ليسوا على دينك، ولولا عشيرتك ورهتك يا شعيب لرجمناك بالحجارة وشتمناك وسبيناك، فليس لك عندنا معزة يا شعيب. قال: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله عز وجل؟ هل قومي أقرب وأعز عندكم من الله خالق السماوات والأرض، وهو ربكم وخالقكم، ربكم ورب آبائكم؟
أتتركونني ولا تؤذوني من أجل قومي لا من أجل ربي؟ ولا تتركوني تعظيما وإجلالا لله سبحانه أن تنالوا نبيه بسوء، وقد اتخذتم يا قوم ربكم وراء ظهري ونبذتم خلفكم ما أمركم به وما أرسل به نبيكم، فلا تطيعونه ولا تعظمونه. إن ربي عز وجل يعلم جميع أعمالكم وسيجازيكم عليها، وإنني يا قوم نصحتكم وتذكروا كلامي لكم وتحذيري لكم، وكم كنت حريصا على هدايتكم بكل ما أوتيت من قوة. إنكم مهما بذلت معكم لا تقبلون النصيحة ولا تخافون يوم الفضيحة، فإنكم في الضلال ممعنون وفي الغواية سابحون. فيا قوم اعملوا على مكانتكم وطريقتكم، وإني عامل على طريقتي التي أرسلني الله عز وجل بها، وإنكم سوف تعلمون غدا من منا ومنكم ياتيه عذاب أليم يخزيه ومن هو كاذب حقا. وانتظروا يا قوم إني معكم من المنتظرين، وارتقبوا فإني معكم رقيب. وبعد هذا ابتلى الله عز وجل قوم شعيب بالحر الشديد، فلا الماء يروي عطشهم وظمأهم ولا الظلال تحميهم أو تمنعهم الجبال والتلال من هذا الحر العظيم الشديد، فخرجوا من ديارهم هاربين فارين. قيل إنهم رأوا سحابة كبيرة ظنوها ستقيهم الحر الشديد، فاجتمعوا تحتها ليحتموا بها من أشعة الشمس الحارقة، حتى اكتمل عددهم وصاروا جميعا تحت الغمامة. ثم بدأت السحابة ترمي عليهم الشرر واللهب، وكان ذلك عذاب يوم الظلة. ثم جاءتهم الصيحة وزلزلت الأرض من تحت أقدامهم زلزلة شديدة، وأزهقت أرواحهم من أجسادهم، وأصبح حيوان أرضهم مثل جمادها، أصبحت جثثهم جافية لا أرواح فيها ولا حركة ولا حواس. أسكنت الحركات وأخمدت الأصوات، والنار ترمي عليهم من سائر أرجائها والجهات، فهلكوا جميعا نتيجة سوء أعمالهم وأفعالهم وشركهم وكفرهم بالله عز وجل وتكذيبهم نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما شعيب عليه السلام ومن آمن معه فقد أنجاهم الله تبارك وتعالى برحمته وفضله وجوده ومنه، وهذا مصداق وعد الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد. فاللهم إيمانا وتوحيدا وإخلاصا ويقينا، اللهم تسليما لقضائك وقدرك وتصديقا لخبرك وما أرسلت به أنبياءك. اللهم إنا نعوذ بك مما عذبت به غيرنا، اللهم اجعلنا من غيرنا نعتبر ولا تجعلنا يا ربنا لغيرنا عبرة، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا حنان يا منان. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين.